أهلاً بكل مستكشف السوق ورواد البيزنس. أنا سيرة، وفي حلقة النهاردة من البشر والآلات هنتكلم عن تحليل السوق، بس مش بالطريقة التقليدية. هنشوف إزاي نستخدم البرومبتات والذكاء الاصطناعي علشان نحلل، نتوقع ونفهم أكتر. يلا نخلي الداتا تتحول لاستراتيجية. جاهزة؟ أنا دايماً جاهز. أول حاجة نجاوب على السؤال ده: ليه أبحاث السوق مهمة؟ لأن حتى أحسن منتج ممكن يفشل لو ما تعرفش عملائك كويس، أو مش واخد بالك من منافسيك، أو اخترت التوقيت الغلط. الصيغة السحرية لتحليل السوق: الصناعة أو المنتج، السوق المستهدف، المنافسين، البيانات المطلوبة أو الهدف، المنصة أو المنطقة، نغمة التلخيص، الشكل، تقرير، جدول، نقاط. والآن جرب برومبتات تحليل سوق احترافية. حلل لي نقاط القوة والضعف عند 3 علامات تجارية للتنظيف البيئي. اعرضهم في جدول مقارنة. حدد لي 3 ترندات في مجال التعليم الأونلاين للناس الشغالة مع المصادر وتلخيص قصير. قل لي جيل زد بيستنى إيه من براندات الأزياء المستدامة. ركز على العقبات وسلوك الشراء. اعمل تحليل سوات لستارت اب بتقدم تطبيق ميزانية ذكي في الشرق الأوسط. سواء كنت بتشتغل لوحدك أو مع تيم، الذكاء الاصطناعي ممكن يديلك معلومات كانت تاخد منك أيام في دقايق. حللي أذكى، خططي أحسن، بيعي بحكمة. وكده نبقى خلصنا مؤقتاً. بس الموسم التاني من Humans and Machines بيتطبخ، ومستنيين اللحظة اللي نطلع فيها أحلى حلقة بالذكاء الصناعي المبهر. عايز نسخة PDF فيها كل البرومبتات بتاعت الموسم الأول؟ اكتب لي بس كلمة prompt في الكومنت، بس كده. ولو عندك فكرة، تحدي غريب، أو مجال نفسك نغوص فيه ببرومبتنج احترافي، شاركني في الكومنتات. يمكن تكون فكرتك هي نجمة أول حلقة في الموسم الجديد. والسؤال اللي هيجنن الكل هو: الموسم التاني هيبدأ إمتى؟ لحد ما نرجع، افتكر دايماً: ما تفتيش في السوق، اتعلمه.